السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم مليحه وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. قبل ما ندخل لا فيديو تاعي نذكركم اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه اهبطوا ديروا ابوني باش لي فيديو تاعي كل ما نحطها يجيكم الاشعار ترنن او جا حطت ادم حطت الفيديو باش تدخلوا تفرجوا. ولي زابوني تاعي اللي متعودين عليا اهبطوا ديروا جيم. المهم قبل ما ندخل ثاني في الفيديو بغيت نبارك لاصحاب شهاده البكالوريا، نقول لهم الف مبروك. المزيد ان شاء الله من النجاحات، واللي ما داوهش نقول لكم معليش. السنه القادمه ان شاء الله عاودوا قراوا وعاودوا تعبوا وان شاء الله يكون من مكتوبكم باذن الله. يعني ماهيش نهايه الدنيا انك ما ديتش الباك ولا ما ديتيش الباك، عادي. الدنيا هذه راها فرص تقدروا تعوضوا الفرصه هذه اللي راحت، وراه عندكم يعني فرصه جايتكم. كاين يعني عام جديد، كاين قرايه، كاين فهمتوا، كاين وقت عام كاع قدامكم باش تريفيزو، باش ريحوا شويه في هذه الفاكونس. يعني اكيد يعني هذاك الشوك تاع انكم ما ديتوش الباك، معليش قعدوا شويه هذا الشهر ولا ريحوه، ديفيولو عادي، اخرجوا حوسوا عادي كل ما صرا والو. يجي الدخول المدرسي باذن الله، حطوا مع القرايه، مع الحفاظه، مع ريفيزيون، اقراوا وتعبوا. راها القرايه مهمه جدا في حياتنا. هذه نصيحه لكم. وما ثاني ما صرا والو، يعني تقدروا تدوه. اللي ما داش السنه يديه العام الجاي، راه ما كاين يعني فرص. راني نعاود لكم باللي كاين فرص. انا نحب نشجع الناس اللي عفوا، الناس اللي اي فقد الامل. لا، ما تفقدوش الامل، راه عندكم امل كبير في ربي وراه مازال قدامكم. واللي ما عندوش يعني فرصه انه يعاود الباك، عندكم مجالات واحده اخرى، عندكم قرايات واحده اخرين. عندنا بزاف صوالح في الجزائر تقدروا تقراوهم، بسم الله ما شاء الله. تقدروا تروحوا ديروا اي حاجه، سواء كنت شير او شيره. عندكم بزاف صوالح تقراوهم وبزاف صوالح تقدروا تدوا فيهم دبلوم، تقدروا تخدموا بهم. انا نوقف معاكم هكا معنويا، نشجعكم للقدام. ما تحبسوش، كاين بزاف صوالح، يعني كاين بزاف. واللي عنده فرصه انه يعاود الباك سي نورمال يعاودوا. وكاين ثاني فرصه تاع كانديدا ليبر، هذيك تقدروا يعني باذن الله تقدروا تانسكروا فيها. وبزاف ناس نعرفهم نجحوا في هذيك الكانديدا ليبر. المهم دوك ندخل لكم في فيديو تاعي. الفيديو تاعي اليوم روتين متنوع، الناس اللي تحب النشاط، الحيويه. راه هذا الفيديو مليء ومفعم بالنشاط والحيويه. راني شاركت معكم هذا روتيني تاع نهار الجمعه، ملي نط حتى اللي اذن الظهر وصلينا. هذا هو. دخلت اول حاجه للكوزينه، المواعين غسلتهم لخاطر البارح الخميس في الليل كنت عيانه وتعبانه. ما نكذبش عليكم، انا صح ما نبغيش نخلي مواعين تاع العشاء. اكره حاجه هي نخلي المواعين يباتوا، لكن من نكون عيانه، نكون ماشي مرتاحه، نكون تعبانه، خاصني نرقد، معليش نجي على المواعين، ما نجيش على روحي. في الحق نجي عليهم، نخليهم وصباح نقيهم. راكم تشوفوا هذا هو صباح تاع الجمعه، راكم تشوفوا باللي الدنيا كلش مكركب. بصح نوض بكري البنات، هنايا راني نايضه بكري، اي 7:30 وقيله في هذا لو طون. اي قلت نقضي صوالحي بكري في برد الحال، باسكو الظهر يجي الحمان ما تقدري تقضي والو في هذاك الحمان، غير تتغداي تصلي تقيلي وصاي. هذه هي، ما عندك ما تقضي. هنايا نوض غسلت عيني، لميت الكوزينه، لميت الرخامه تاعي، جيت هنايا ثاني الطابله تاعي لميتها مسحتها. الخضر من العشاء خليتها هكاكينا. وكم تشوفوا في العاب وليدي يحطهم فوق الطابله يلعب ثم، هو يلعب فوق السرير. يا راكم تشوفوا هنايا كنست اي حاجه تلقاوها في الارض عرفوا باللي ولدي هو اللي حطها في الارض. هنايا كنست في الحق لا شامبر كانت نقيه، لا شامبر فوت عليها غير جفاف وصاي. هي الصاله كانت مدوده، ماشي مدوده كاع، مي راكم تشوفوا ها الدراري الصغار راكم تعرفوا ما يخلوا والو. هنايا كي كملت الكوزينه ثاني طلقت فيها الماء، والصالون ثاني زرزقت الدنيا كامل الصالون والكروال والكوزينه زرزقتهم كل. درت الرغاوي هنايا ودرت صانيبو ريحته تهبل، ريحه الخزامه هنايا راها ريحه الخزامه قلب الدنيا. حكيت الارض مليح،
حكيتها مليح بالبالي. البالي هذه عندي انايا خشينه، هذيك الخشينه تحك مليح اي حاجه طيرها من الارض. ومن بعدايا وسيت بالفخوطواغ، نشفت بالفخوطواغ. ومزيه عندي زوج لي فخوطواغ تكسر لي واحد، دوك تشوفوا في الفيديو انا وريت لكم باللي المانش تاع الفخوطواغ تكسر غير هكا، ما شديت عليه ما والو، تكسر. ايا مزيه عندي واحد اخر هنايا في هذا اللقطه هنايا تكسر لي المانش. المهم هنايا عندي ما عندي فخوطواغ اخر مزيه. ايا رحت وسيت به، رحت نشفت به الارض تاعي. هويت الدنيا، نشفت هنا ديجا ولات تنشف صايي. نفتح الطاقه شويه تنشف، يضرب شويه هواء تنشف الدنيا. ما استعملت لا نشاف لا والو، بالخف نشفت غير الشامبره فوت عليها النشاف. هنا نوريكم بلي كي كملت هنايا نشفات، حليت الطاقه نشفت. هنا حسيت بالراحه، الكوزينه تاعي نقيه، الصالون تاعي نقي، الشامبره نقيه. وانا عاد ما لحقتش 9 تاع الصباح، كلش راه يبرق. هنا نحس بالراحه النفسيه. انا ديريكتومون دخلت باش ندير الغداء، قلت شوفوا ندير الغداء ديريكت بكري باش نقلعوا من الطريق وباش نقضي صوالحي بكري. وهنا ديجا خرجت شريت طوماطيش، ما كانش عندي طوماطيش، وشريت شريت ليكويس. كنت راح ندير الزيتون، مي ولدي قال لي ماما لا خصني البطاطس، قال لي خصني الرز وخصني صينيه بطاطس بالفراخ في الفرن هما يديروها، هو قصده هذيك. هي اللي البطاطا كوشه تاعنا شتاهي تختلف شويه بركه، غير الطريقه ماشي ديفيرونس كبير. هنا غسلت الدجاج تاعي مليح نقيته ودرت فيه الخل. ما كانش عندي القارص، ما كانش عندي، هو كان عندي 2 حبات بصح يابسين ما فيهمش هذاك الجو باش نغسل نهائيا. رحت غسلت بالخل وحطيتهم في الخل هذوك لي كويس، وجيت هنايا قشرت البطاطا تاعي. شاركت معكم الوصفه بالطريقه تاعهم، وراها يعني وصفه سهله وبسيطه وما تحتاجش صوالح بزاف. عندك كويس، عندك زوج، عندك جناح، ديرها باي حاجه ماشي مشكل. هنايا قشرت الثوم تاعي، قشرت البصله، قشرت البطاطا، وجدت الطوماطيش تاعي. انا نسحقوا فيها الطوماطيش تاع الحبه، نسحقوا هكا 3 حبات كبار ولا هما يكثروا، بصح انا ندير لاباغ صغيره بسكايه غير انا ووليدي هذاك مكان. غسلت الخضره تاعي نقيتها مليح. وهنايا رحت شللت الدجاج تاعي ثاني من الخل ثما ونقيته، قلعت اي حاجه فيه هذا اي دم نقيته مليح. ومن بعد راح نسلقوا كما يديروه هما المصريين. حطيت طاجين فيه الماء عادي، تجيبي طاجين طنجره كيفاه تقولوا لها قولوا لها، المهم طاجين حنا نقولوا طاجين. حطيت فيه الماء، حطيت فيه لي كويس، حطيت فيه نص بصله، ولا عندك بصله صغيره حطي بصله صغيره، انا البصله تاعي كبيره حطيت نص بصله ونص حبه طوماطيش. وما يحطوا لا عندك حبه صغيره ديري حبه صغيره. انا منين الطوماطيش تاعي كبيره درت نص، والبصله تاعي كبيره درت نص، ودرت ورقه تاع رند غسلتها نقيتها مليح. وفي هذا الشوربه نحتاجو غير شويه ملح وشويه فلفل كحل، هذا مكان هذا ما يديروه هما في الاخر. واذا عندك حبهان هذاك حطي حبهان. اذا ما عندكش تقدري تستغني على هذو الصوالح وديري غير واش درت انايا. هنا قطعت البطاطا دوائر والبصل ثاني قطعته دوائر. هنا ديري فلفل كحل والملح في البطاطا والبصله وتعركيهم شويه. واللي هاني رابيت الثوم في الاخر تاعي، درت شويه زبده شويه زيت على نار، وقليت هذه البصله والبطاطا تاعي قليتهم شويه يتشوحوا كما احنا نقولوا في النار هكا يصفاروا شويه برك. وبعد ما صفاروا شويه حسيت البصله هكا بدات تذبال هي والبطاطا، رحت حطيت عليهم الثوم. لكن هنا انا ما صورتش المقطع، ما تصورش، نحسب كنت نصور ما تصورش. كي تقلى لي هاو الثوم بدا يصفر، حطيت مغرف طوماطيش كونسونطري اللي هي تاع الساشي، وانتم حطوا من الطوماطيش تاعنا العاديه. وحطيت الطوماطيش تاعي اللي يعني ميكسيتها في الميكسور. انا درت حبات كبار يجوا هكا كينا واحد الرطل نص كيلو. ومن بعد كي تسلق لي هكا شويه الدجاج ماشي كاع يطيب، ما تخلوش كاع يطيب، تسلق لي هكا شويه على خاطر راح نديروه في الفور، راح يكمل طيابه في الفور، ما تخلوش حتى يولي يتفتت، لا ما يجيش مليح. هنايا زدت في هذه صينيه البطاطس شويه من هذاك الماء تاع الدجاج، هما يقولوا لها شوربه الفراخ، هذه هي اسمها شوربه الفراخ. وحطيت لها الالومنيوم وشويه من هذيك لاصوص حطيتها فوق الدجاج تاعي باش يتحمر، باش على جال اللون لا راكم لاحظتوا. وحطيت في الفور. وهنايا البنات
واش درت؟ جيت جيت هنايا نشوف واش ندير. قلت ندير الرز بالشعريه. هنايا رحت دوشت الادم ودوشت انا الخضر كانت سخانه وسيقت وكم تعرفوا بالطياب والحمان. رحت دوشت ومن بعد جيت هنايا باش ثانيه باش الظهر. وهنايا جيت باش ندير الرز بالشعريه. راكم تشوفوا الفيرميسال العاديه اللي شاركتها معكم. اللي يبغي الوصفه بلي ديتاي احطوا تحت في القناه تلقاو راني فيديو واحد هذا الرز بالشعريه ومسقساوني عليه بزاف، وراني حطيت لكم وصفه وحدها باش اللي تحب ديروا يجيها سهل. انا حمرت الشعريه تاعي، غسلت الرز تاعي، نشفته مليح، حطيتهم على بعضاهم. كي تتحمر الشعريه حطي الاخر، وهذا ما كان بعد الشوربه ساهل ماهل، وتحطوا شويه ملح. عفوا هنايا كما قلت لكم البنات بعد ما دوشت لبست هذا الروبا الحمراء ووجدت صلايتي ووجدت خماري تاع الصلاه وازدالي تاع الصلاه. صلينا الظهر. ومن بعد كان غدايا واجد سخون كلش. نقصت على البطاطا كوشه تاعي في الفور ونقصت على الرز تاعي طابوا في غرضهم. هنايا صلينا ومن بعد حطيت باش نتغدى. وهذه هي صينيه البطاطس بالفراخ كما يقولوا هما، وهذا هو الرز تاعهم. هنا من الصباح للظهر راني شاركت معكم من 7 تاع الصباح بريسك حتى اللي صلينا الظهر. هذا هو كان روتيني لنهار يوم الجمعه، وان شاء الله يعجبكم روتيناتي. واذا حبيتوا اي حاجه اي نوع من انواع الروتينات ولا حبيتوا تعرفوا اي حاجه خلوا لي في التعليقات. وهنايا وصلت لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم بزاف بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش اللي مازالوا ما داروا ابوني حطوا يديروا ابوني، واللي مازالوا ما داروا جيم حطوا يديروا جيم لا فيديو باش يوصلكم كل جديد. وهنايا راني حطيت الماكله تاعي وراح نتغدى في هذا الوقت. ميها بارده. وش نقول لكم، هيا تهلاو في رواحكم، نتلاقى في فيديو جديد. محبين الروتينات ما تنسوش تخلوا لي تعليق شباب كيفكم. الى الملتقى باذن الله. السلام عليكم.